السلام عليكم أعزائي المشاهدين. في هذا الفيديو سنتحدث عن قائمة المنتخب اليمني للناشئين التي ستخوض معسكرا تدريبيا بقيادة المدرب محمد حسن البعداني. كما سنتحدث عن استدعاء 5 لاعبين للانضمام إلى المنتخب اليمني للناشئين. لكن قبل البدء لا تنسى الصلاة على النبي والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لنستمر بنشر آخر الأخبار الرياضية. بعد جهود من الكادر الفني للمنتخب اليمني للناشئين بقيادة المدرب محمد حسن البعداني ومساعده المدرب هيثم الأصبحي، استطاعوا أن يعثروا على لاعبين جدد يستطيعوا أن ينافسوا اللاعبين الأساسيين للمنتخب. والقائمة التي استطاع أن يوفرها الكادر الفني للمنتخب مكونة من 22 لاعب إضافة إلى 5 لاعبين تم استدعائهم. وفيما يلي سنعرض لكم قائمة المنتخب، وهم سعيد العولقي، هيثم السلامي، عبد الرحمن عبد النبي، أنور الطريقي، محمد حسين، أحمد عادل، ووضاح أنور، محمد البرواني، أسامة عبد الله، عادل عباس قاسم، هشام الأصبحي، أحمد مصطفى الحاج، عصام ردمان، مروان عبد السلامة، عبد الرحمن الخضر، علي محمد، ياسين فتحي، محمد جابر الهندي، مختار موفق، محمد وهيب، وعمر طارق، ومحمد رائد. وتم إضافة 5 أسماء للمنتخب اليمني، واللاعبين هم شهاب خميس نادي الطليعة، وأيوب ناصر أهلي تعز، واللاعب يونس حميد ردمان أهلي تعز، واللاعب غسان نبيل نادي الصقر، واللاعب محمد الكاتب نادي الصقر. إلى هنا ونكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسى دعمنا باشتراكك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس لنستمر بنشر آخر أخبار المنتخب اليمني.